السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم وصفه حلوه جدا، فراخ بطريقه حلوه قوي، لا ننقع ولا اي شيء. هنعمل فراخ حلوه جدا، احلى من كنتاكي بكتير، بجد هتعجبكم، سهله وسريعه، وشويه رز حلوين قوي. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. وفي حاجه كمان عاوزه اقولها، لو مش هتدخلي تقولي تعليق تعليق كويس بلاش. الواحد فيه اللي مكفيه، اتقوا الله شويه. انا ما اعرفكيش ولا انت تعرفيني. آه، ممكن تعليقك ده يأثر على حد تاني. الكلمة الطيبة صدقة، يعني انا مش هقول اكتر من كده. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، ونسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. هنجيب حلة نحط فيها مية، نسلق الفراخ عادي. عايزة اسلقها 3/4 تسوية، يعني مش تسوية كاملة عشان تعرفي تمسكي الورك، او اي نوع حتة فراخ، يعني صدر اي حاجة عشان نعرف نمسكه، فمش هتسويه تسوية كاملة. نص تسوية، 3/4 تسوية. هتعجبكم جدا الطريقة دي بصراحة. هنحش الريمة بتاعة الفراخ طبعا، ونخلي الشوربة بتاعتنا صافية خالص اهو. الخطوة دي مهمة جدا طبعا. وفي ناس بتدخل تقولي تعليقات وما اعرفهاش برضو، ربنا يكرمهم ويفرح قلبهم بجد. الناس دي حلوة قوي، اللي ما تعرفنيش وبتشوف الوصفة وتعجبها وتدعي لي دعوة حلوة، بصراحة يعني في فرق كبير قوي بين دول ودول، ربنا يهديهم. هيحط مكعبين مرقة، معلقة كبيرة او معلقتين كاري وكركم، الاتنين مع بعض، كاري وكركم خلاص. نحط رشة فلفل اسود، بصلاية حلوة كده، شوية ملح. خلاص كده اتسلقت اهي، شايفة اللون حلو ازاي؟ انا عايزة اللون ده، بيخلي لون الفراخ حلو وفي نفس الوقت بيخلي الرز حلو. هنطلع الفراخ بتاعتنا كلها. عملت لهم اوراق عشان ما يزهقونيش بصراحة. هحوش بس شوية شوربة لان الشوربة كتير قوي على الرز. انا ما عنديش رز بسمتي، غسلت رز مصر عادي جدا اهو، ما نقعتوش، غسلته بس. هحطه على على الشوربة على طول. تمام، هي الشوربة سخنة بس مش مغليتش، هزود بس اللون واعززه بشوية كركم وشوية ملح. خلاص كده نسيب بقى الرز بتاعنا يستوي. طريقة الرز دي حلوة، طعمها حلو. تمام، نحطها على جنب بقى، نسيبها لغاية ما تستوي. نروح على الرخامة بتاعتنا، سيب الفراخ بس تهدى شوية. نجيب بولتين كده، بولة نحط فيها بيضتين 3 اللي عندك اهو. والبولة هنحط التوابل بتاعتنا على البيض، بس لازم نحط شوية لبن، يعني 3 4 معالق، ربع كوباية لبن، فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر، كاري. خلاص، كل دول مع البيض ونقلبهم، سيبهم على جنب. ده التوم باودر كنت نسيه بس. بصي بقى، هنا هحط في البولة التانية كيس بقسماط. انا دايما لما بعمل بانيه، فراخ، اي حاجه ويتبقى مني ما بكبهوش، بحطه في كيس واحطه في التلاجة، حرام. يبقى عندي كميه كبيره، بمصفى كده وانخله ويرجع زي ما بصي شايفه عامل ازاي، كانه لسه معمول. فدايما بشيله خلاص. فاحنا اكيد 3/4 كده اهو. انخليه كده باي مصفى رفيعه، زي يعني كيس كبير حرام يترمي، فهحطه في التلاجة. احط عليه نفس التوابل بتاعتي، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كاري. خلاص اهو. ولو عايز ملح احط كمان ملح اهو، الملح. نقلبهم بقى كويس دول ودول. خلاص. خلاص كده نقلبهم، نبتدي بقى نحط الفراخ بتاعتنا اهي،
تحاولي بس تخليها تهدى شوية. هنحط الفراخ في البيض، نخليها حلوة قوي، يعني نخلي البيض يدخل جواها حلو جدا، وندخل نحطها في البقسماط. البقسماط ده فيه ايه اللي انا كنت شايلاه في التلاجة كمان؟ دقيق ونشا، دقيق ونشا وتلات اربع معالق سميد بسبوسة. خلاص. فهنحط في مع البقسماط، لو ما عندكيش بقسماط حطي سميد بسبوسة ودقيق ونشا والتوابل بتاعتك بقى اللي عندك. خلاص. انا التوابل اللي حطيتها خليت طعمها حلو قوي وريحتها حلوه. توم باودر، بصل باودر، آه، فلفل اسود، ملح، كاري وكركم عشان اعزز اللون بس ويخلي لونها حلو، كزبره ناشفه. بس ما حطيتش توابل اكتر من كده. اهو ندوس شويه كده عليها، خليها تضغطي عليها حلو. عاوزه ترجعها تاني للبيض وترجعي للبقسماط تاني والدقيق ده، مفيش مشكله براحتك. بس هي الطبق دي حلوه قوي كده وطعمها حلو بجد والله. خلاص هعمل الكميه كلها واحطها في الطبق او صينيه عشان اطلعهم. اهو. خلاص الرز بتاعنا استوى، نحطه على جنب. اهو هو بيبقى معجن، يعني مش مفلفل. الرز ده بيبقى معجن شبه الرز الريزو، بس طبعا مش هو الريزو خالص. بس احنا عملناه بطريقه حلوه وتبقى جنب الفراخ، لان مش هتعرفي تعملي جنب الفراخ ايه غير لو انت طبخه. لو انت مش طبخه وعايزه تعملي اكله سريعه هتعملي كده، تريحي دماغك. زيت طبعا، طاسه تكون غويطه لجوه عشان ايه؟ تحمر لك الفراخ كويس. اهو. بجد طعم الفراخ حكايه يا جماعه، جربوها حلوه قوي. لو انت مش هتنقعي ولا تعملي قصه الكنتاكي دي، الطريقه دي حلوه جدا جدا. كان في حد سألني عليها، كنت عاملاها مع وصفة الجلاش. كذا حد سألني عليها بصراحة، فقلت خلاص انا هعملها كده كده، الولاد بيحبوها جدا. فقلت اصورها او اوريها لهم. اهو. البيض مع اللبن مع التوابل، لما بتحطي بتخلي طعمها حلو جدا جدا، واللون حلو والشكل كمان حلو. اهو بصراحة حلوة جدا. اهو ولونها احلى كمان، بس التصوير لا بجد حلوة جدا، لونها فظيع. حاول نخلي الفراخ حوالين داير كده، نحمرها حلوة قوي. اهو اتحمر، شايفة اللون عامل ازاي؟ مقولكيش على الطعم بقى، والله الطعم حلو جدا. اهو. خلص الكمية كلها بتاعتنا. خلاص كده هكمل انا الباقي بقى بعدين. شايفة اللون عامل ازاي؟ شايفة شكله بجد حلو جدا جدا. جربوها يا جماعة تعجبكم. هكمل انا الباقي. يلا بينا اوريكم شكلها عامله ازاي في شايفين عامله ازاي؟ بجد حلوه قوي. ومع الرز ده شويه كاتشب، شويه عيش، فينو. كانت عايزه كمان شويه توميه، فاهميني؟ بتبقى حلوه قوي برضو. لا وصفه حلوه وهتعجبكم، والفراخ حلوه جدا طعمها وريحتها. ما تسويهاش جامد عشان تمسكيها براحتك ما تخنقكيش. كملي تسويتها في الزيت، فاهمه قصدي؟ وخلي النار هاديه، ما تخليش النار عاليه قوي. الخطوه دي مهمه، النار تبقى وسط عشان ما تتحرقش وما تبقاش واخده اللون الحلو. خلي النار وسط وسويها براحتك خالص، هتستوي معاكي وتبقى زي العسل. حلوه، ريحتها حلوه، طعمها حلو. سهله. بدل ما نحمر في الطاسه، انا عندي ولادي بيحبوا الفراخ المحمره في الطاسه، عجبتهم دي قوي. جايبه جنبها عيش فينو، جايبه جنبها شويه مخلل، كاتشب، مايونيز. اتمنى الوصفه تعجبكم وطريقه الحلو. وبألف هنا ومع السلامه.